بالله عليكم يا جدعان، حد يعمل منشن للكابتن حسام حسن ويوري له المنتخبات وصلت لايه والمرحله البؤس اللي احنا موجودين فيها. المنتخب التونسي نسور قرطاج بيعمل مباراة ملحمية امام منتخب البرازيل، واحد من اكبر المنتخبات في العالم، بتعادل معاه ايجابيا 1-1 في المباراة الودية اللي جمعت بين المنتخبين. في مباراة تونس علمت فيها البرازيل كورة، في مباراة منتخب تونس قدم ملحمة حرفيا، في مباراة الواحد قاعد بيتفرج عليها وفخور ان هو بيتفرج على منتخب عربي زي تونس بيعمل ده قدام البرازيل. والحاجة المضحكة اللي احنا لازم نذكرها ان منتخب مصر اتعرض عليه ان هو يلاعب منتخب البرازيل مباراة ودية في التوقف الدولي الحالي، ولكن الكابتن حسام حسن رفض الموضوع عشان ما يبقاش شكلنا وحش. فتخيل، رفض انه يلاعب البرازيل ورحنا لعبنا اوزبكستان خسرنا منها وتعادلنا مع كاب فيردي وكسبناهم بضربات الجزاء. المنتخب التونسي النهارده عمل مباراة كبيرة قوي من حيث الاداءات الفنية ومن حيث القتالية والروح. المنتخب التونسي اللي كان قدم تصفيات ولا اروع، كان اقوى منتخب دفاعيا وما استقبلش ولا هدف على مدار مشواره في التصفيات، عشان يجي النهارده في مباراه البرازيل ويثبت انه منتخب شغال صح وبيتطور من حيث الاداءات الفنيه، وفي نفس الوقت بيتطور من حيث المواهب والعناصر. المنتخب اللي عنده اكتر من لاعب ظهر بشكل عظيم النهارده، ابرزهم الظهير الايسر علي العبدي اللي بيلعب في الدوري الفرنسي، فرجاني ساسي اللي كان عامل مباراه للتاريخ النهارده على وسط ملعب منتخب البرازيل، ونجم الكره التونسيه حنا بعل اللي كان بيتلاعب باللعيبه البرازيليه النهارده. كان بقول لك منتخب تونس النهارده ما اكتفاش بس ان هو سجل هدف في مرمى البرازيل، لا ده كان شرس جدا هجوميا وضيع اكتر من فرصه، وكان عنده الرغبه في انه يفوز على المنتخب البرازيلي عشان يسعد جمهوره ويسعد شعبه اللي بيتفرج من ورا الشاشات، وفي نفس الوقت يسعد الجمهور اللي سافر مخصوص عشان يتفرج على منتخبه وهو بيلاعب منتخب البرازيل. وده اللي بياكد لك على تدني الفكر اللي عندنا، انت رفضت تلاعب البرازيل عشان ما تحرجش نفسك، مع انك لو كنت لعبت مع منتخب قوي زي البرازيل انت بتدي دافع نفسي للعيبه بتاعتك انها هتلاعب منتخب فارق عنها بالامكانيات ومنتخب مليء بنجوم العالم، ولكن على الاقل كنت هتقدم مباراه من حيث القتاليه والروح، وان اللاعب يطلع اقصى ما عنده عشان يثبت نفسه قدام منتخب اعلى منه. لكن بيتكلم مين؟ امبارح الكابتن حسام حسن طالع بيزعق لنا ان هو صعد لنهائيات كاس الامم وانه صعد لكاس العالم، فلك ان تتخيل لو كان لعب ماتش زي ده قدام البرازيل كان ممكن يطلع يشخر. فالمنتخب التونسي بيتعادل مع منتخب البرازيل، المنتخب المغربي حدث ولا حرج، المنتخب الجزائري النهارده راح كسب السعوديه في ملعبه وسط جمهوره، المنتخبات الافريقيه كلها في تطور، واتفرج على اللي عمله منتخب الكونغو في التصفيات المؤهله للملحق. كل الناس بتتطور من حواليك الا انت محلك سر. ولكن على مستوى مباراه منتخب تونس والبرازيل فمبروك لكل الشعب التونسي على المباراه الملحميه اللي قدمها منتخبهم، اللي بياكد من خلالها ان هو هيكون منافس شرس على بطوله كاس افريقيا، وممكن يكون من المنتخبات اللي هتقدم اداء مشرف في بطولة كاس العالم القادمة لانه عنده المقومات لده.